مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتعرف على أحسن طريقة لتسريع هاتفك والطريقة الصحيحة لتفعيل خيارات المطور على جميع أجهزة ريدمي وشاومي. لا تضع اللايك حتى تستفيد من هذا الفيديو 100%. والآن هيا لنبدأ. أولا سوف نذهب إلى الإعدادات، ثم سنذهب إلى About Phone يعني أي معلومات جهازك، ثم سوف نذهب إلى OS Vision. سوف نضغط عليها خمس مرات أو 8 مرات، ثم بعد ذلك سوف نكون في وضع المطور، ثم سوف نخرج، ثم سنذهب إلى الإعدادات الإضافية، هنا Addition Setting، ثم سوف نذهب إلى Developer Option، ثم بعد ذلك سوف نذهب لاختيار خيارات التي تقوم بتسريع الهاتف. سوف نذهب إلى الأسفل هكذا، ثم سوف نصل إلى سوف نذهب إلى قسم Drawing، ثم سوف نذهب إلى أول خيار وهو Windows Animation Scale، سنجعلها 0.5 في 0.5، ثم كذلك مع Transition Animation Scale سوف نجعلها 0.5، ثم بعد ذلك Animation Duration Scale سوف نجعلها أيضا 0.5. وهذه الخيارات تنفعنا لتعطيل الحركات البطيئة، أي تقوم بتقليل الأنيميشن أو الرسومات. ثم بعد ذلك سوف نذهب إلى الأسفل، ثم سنبحث عن خيار يسمى Don't Keep Active. هذا الخيار يكون في قسم Apps، سوف نفعله. هذا الخيار ينفع في إغلاق التطبيقات، يغلق التطبيقات بعد الخروج منها مباشرة. ثم بعد ذلك سوف نبحث على خيار آخر يسمى Background Process Limit. هذا الخيار سوف نضع فيه Atmos 1 بروسيس، ينفع لتقليل الضغط على الرام، يعني ينقص من الضغط على الرام. ثم بعد ذلك سوف نبحث على خيار آخر يسمى Force 4X MSAA. هذا الخيار يضاعف أداء هاتفك 4 مرات ويحسن الرسومات في الألعاب، ولكن يمكن أن يستهلك لك البطارية بشكل سريع. ثم بعد ذلك سوف نذهب إلى خيار يسمى Disable HW Overlay. هذا الخيار مفيد جدا لتسريع الشاشة، لتسريع أداء الشاشة. ثم الآن سوف نبحث على خيار يسمى Logger Buff Size 64K لتقليل استهلاك الذاكرة. هذا الخيار ينفع في تقليل استهلاك الذاكرة. كل هذه الخيارات تنفعنا في تسريع الهاتف. هذا الخيار يكون في 256 كيلو بايت، ثم بعد ذلك سوف نجعله 64 كيلو بايت. وهذا الخيار ينفع لتقليل استهلاك الذاكرة. ثم بعد أن قمت بهذه الخيارات كلها، أتمنى أن يكون هاتفك أصبح سريعا. والآن إذا استفدت من هذا المقطع فضع لنا لايك، وأشكرك على المشاهدة. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.